برغم من منع السباحة به بقرار ولائي، إلا أن العائلات تقبل على شاطئ سيدي بوصيف في عين تيموشنت، شاطئ تصب به قنوات الصرف الصحي، ما يشكل خطرا حقيقيا على قاصديه. نتابع مع كمال بوعزبيد وحميد عوادي. شاطئ سيدي بوصيف ببني صاف بولاية عين تيموشنت، شاطئ منعت السباحة به بقرار ولائي مؤرخ في 2012، ومع ذلك لا تتردد العائلات بالسباحة به رغم التحذير المتكرر للخبراء. مكتوب هنايا في الدار سباحة ممنوعة، قرار ولائي الرقم 825 المؤرخ ب 30/5/2012. من 2012 هاد لابلاج مبلعة، هاي صورها راها معمرة بالناس، ما عندهمش الناس وين يروحوا، ما كانش. كانت حماية مدنية، هذه قالوا كي يزيقوا هنا راه يكبوا كل شيء، الناس خافت، كل واحد يخاف على اولاده، يخاف على فميته، يمرضوا كل شيء، خاطر علاش ما كانش لا سيكوريتي. أخطر ما يواجه المصطاف بهذا الشاطئ هو استغلاله للمياه الناتجة من قنوات تصب مباشرة في رمال الشاطئ، واستغلالها في الشرب والاغتسال، ما قد ينتج عنه أمراض معدية خطيرة. يعني كان لا فيتاع فافورابل الناس هنا تعوم، دوك هذه ديزون ولا لهنايا نسبوا الدوله يجيو دي فوا كاين اللي جيان يجيو يشوفوا راك يديو هذا الماء يشوفوا، يقول لك اودي هذا الماء راه هنايا راه فيه مالادي. هناك قرار ولائي يمنع السباحه، وما كانش على مستوى هذا الشاطئ، ما كانش الحمايه المدنيه، ما كانش حراس الشواطئ. دونك لا قدر الله كنت قدر الانسان مصرى لك شي حاجه ولا دونك في شاطئ غير محروس. دونك نتمنى ان شاء الله، راهم كاين 3 تاع الشواطئ على مستوى بلديه بني صاف، كاين رجبون مدريد وشاطئ البئر، ما شاء الله علاه يروحوا لنا سيدي بوصيف. غياب مخطط لإنشاء قنوات صرف صحي، انعدام الرقابة ونقص التوعية والتحسيس، عوامل أضحت تدق ناقوس الخطر بشواطئ رمالها ومياهها ملوثة، باتت مقصد للمئات من المصطافين الذين يسبحون في السموم.